وبتنشر جزء من أغنيتهم الجديدة على كل المنصات من غير ما تقول لأصحابها، وبتختار زي معين علشان تلبسه وبترجع لهم من تاني. بس بمجرد ما بيشوفوها وهي لابسة الزي ده بيتصدموا جدا، وبيفهموا إنها نشرت أغنيتهم الجديدة من غير ما تقول لهم. وبكده لازم يجهزوا بسرعة علشان يصوروا البرومو للأغنية دي. وبعدها بوبي بيجي وبيقول لهم إن أغنيتهم الجديدة حققت نجاح كبير، فبيفرحوا جدا بالخبر ده وبيحتفلوا كلهم مع بعض. وبنشوف الجمهور وهو بيسمع الأغنية اللي بتكون انتشرت في كل مكان في العالم، وبيبان إنها عجبت كل اللي سمعها. وبنرجع تاني لرومي وأصحابها وبنشوفهم وهما بيتكلموا عن أغنيتهم الجديدة في لقاء تلفزيوني، وبيعلنوا إن أول عرض مباشر للأغنية هيكون النهاردة بالليل. وبعد شوية بنشوف زوي وميرا وهم متحمسين جدا لتصوير العرض. أما رومي فبتكون قاعدة لوحدها، وبيكون باين عليها الحزن الشديد، واللي فجأة بتقلع الجاكيت بتاعها وبيظهر على دراعها النقوش بتاعة الشياطين. ولكنها بالرغم من كده بتلبس الزي بتاعها وبتنزل علشان تصور العرض. وفعلا بيبدأ التصوير وبنشوفهم